السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو غادي نهضروا ان شاء الله على مستجدات اللي وقعوا مؤخرا في لاسينيسيس اللي كيخصوا التغطيه الصحيه الاجباريه. الناس ديال الامن والتضامن اللي كانوا صيفطوا لي بعض الاسئله، كذلك الناس ديال التقاعد اللي مؤخرا خرج المرسوم اللي كينظم التقاعد ابتداء من 1320 نقطة، وكذلك معلومات أخرى غادي نهضروا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساش دير واحد لايك، جيم، كومونتير باش يوصلك كاع مستجدات وكاع المعلومات إن شاء الله. بالنسبة للقانون 02/25/265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، هذا هو المستجد اللي كاين الأخير الإخوان. بالنسبة للناس اللي راكموا 1320 نقطة ومازال ما وصلوش 3240 نقطة، يعني كاين اللي عنده 1320 نقطة، بين 1320 نقطة و 3240 نقطة، ولكن راه ما كانش كيستافد من التقاعد. حاليا بإمكانه أنه يستافد من التقاعد اللي كيبدا ابتداء من 600 درهم حتى 1000 درهم. هذا هو التقاعد اللي غادي يكون في هذه النقاط هذو على حسب الأيام اللي راكمتي نتايا. دونك اشنو خاصك دير؟ ابتداء من فاتح ماي خاصك دير طلب باش تستافد من المعاش على حسب النقاط اللي عندك. هادشي الا وصلتي لاج ديال التقاعد من طبيعه الحال. مستجد اخر بالنسبه للناس اللي كان عندهم شي واحد وتوفى، يعني كان عنده 1320 نقطه ومازال ما وصلش ل 1240 نقطه وتوفى، فراه حتى هما ذوي الحقوق ديالو، اي مثلا مراته غادي تمشي لاسينيسيس غادي دير طلب باش انها تستافد من المعاش ديال داك السيد المتوفي، يعني اللي راجلها، ابتداء من فاتح ماي من طبيعه الحال. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم شي واحد متوفي ايضا في العائله ديالهم وما وصلش كاع هذيك 1320 نقطه، يعني عنده 1320 نقطه ولا ما وصلهاش كاع، فراه من حقهم انهم يمشيو يديروا استرجاع الاشتراكات ديالهم ابتداء من فاتح ماي 2025. دونك هادو مستجدات كامله الاخوان اللي مزيانه بالنسبه للناس اللي عندهم 1320 نقطه، زائد انه بامكانهم انهم يستافدوا من التغطيه الصحيه الاجباريه. يعني الناس اللي عندهم 1320 نقطه وصلوا سن التقاعد غادي يستافدوا من المعاش ديال الشيخوخه اللي كيبدا من 600 درهم حتى ل 1000 درهم، زائد عليها التغطيه الصحيه غادي تولي عندهم مجانيه وغادي يستافدوا منها كذلك. دونك هادو هما المستجدات اللي خرجوا مؤخرا في القانون 02/25/265. بالنسبه للمستجد الاخر اللي كاين هو كيتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كلنا كنعرفوا الاخوان مؤخرا تم اختراق مجموعه من البيانات، تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السينسيس لواحد الاختراق السيبراني، و يعني خرجت واحد المجموعه ديال البيانات ديال الناس، شحال كيتخلصوا والسميات ديالهم، الكنيات ديالهم، شحال خدامين، شحال كيديكلاراو، يعني مجموعات كبيره تهاكا السيت ديال السينسيس، وللاسف يعني خرجوا المعلومات والبيانات ديال الناس. فهنايا عاوتاني اشنو خاصك دير نتايا؟ خاصك تحاول تبقى تبدل المود باس، تبدل المود باس. دابا دوك المعلومات اللي خرجوا صافي خرجوا، ما عندهم ما عندك ما دير ليهم، يعني النمره د لاكارت، السميه، الكنيه، النهارات اللي ديكلاريتي بهم، داكشي كامل دوك معلومات شخصيه. راه خاص لاسينسيس هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال هادشي. مؤخرا خرج واحد الارتيكل كيعتذر لاسينسيس، كيعتذر، المهم داكشي اللي وقع كيعتذر للناس حيتاش تخترقوا البيانات ديالهم، وكيقول باللي الناس خاصهم يبداو يبدلوا المود باس ديال لابليكاسيون ديالهم ويديروا شي مود باس قوي. وثاني حاجه ما يبقاوش يعطيو المعلومات ديالهم للناس سواء عبر الاس ام اس، سواء عبر الهاتف، سواء عبر البريد الالكتروني. شي واحد ما كتعرفوش ما تخليش ليه البيانات والنمره ديالك ديال لاسينيسيس. هادشي كامل خاصك تاخذ الاحتياطات منه باش المعلومات ديالك تبقى في الامان. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيجيوهم رسائل من عند لاسينيسيس، ميساجات ولا روابط، حاول انك ما تدخلش لهاد الرسائل، ما تكليكيش على هاد الروابط بالضبط، حتى هادي باش انك تتفادى ان الحساب ديالك يتخترق، وهكذا كتكون مأمن شيئا ما على الحساب ديالك. وبالنسبه للمعلومات الرسميه راه كتكون غير في الموقع ديال لاسينيسيس.
دونك هادي مستجد اخر خاصكم تردوا منه البال وتبقاو تبدلوا المود باس مره، يعني مره كل شهر ولا شهرين، ولا المهم وقت ما باش قاد لكم نتوما بدلوا المود باس. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيسولوني، بالنسبه للناس ديال امو تضامن كيسولوا واش اجباري اننا نبقاو نستمروا في امو الشامل واخا طلع عندنا المؤشر. من طبيعه الحال خاصك تبقى تخلص امو الشامل، بما انه عندك امو تضامن كتستافد منه حاليا والمؤشر طلع عندك، فهذا ما كاينيش انك راه ما بقيتيش راك انت معفي ومبقاش عندك التغطيه الصحيه. لا، بزاف ديال الناس طاحوا في هذه المشكله الاخوان وما مشاوش تسجلوا في امو الشامل، وملي دازت واحد الفتره شهر شهرين 3 شهور عام وبغاو انهم يتسجلوا في امو الشامل، كيتفاجئوا بلي ديك الفتره كامله اللي من نهار توقف لهم امو تضامن وطلع لهم المؤشر خصهم يخلصوها لا سينيسيس، عاد يمكن لهم انهم يستافدوا من التغطيه الصحيه الاجباريه مره اخرى. دونك التغطيه الصحيه ملي كتدخل ليها راه ما يمكنش انك تخرج منها، خاصك تبقى تخلصها وتبقى عندك مدى الحياه. هادشي الا ما بغيتيش انه تبقى تجمع عليك الاشتراكات والغرامات. فبالنسبه للناس اللي عندهم امو تضامن وطلع لهم المؤشر، فمن الاحسن انكم تحاولوا تهبطوا من المؤشر وتمشيو تسجلوا في امو الشامل وتبقاو تخلصوا الاشتراكات وتولي عندكم التغطيه الصحيه. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، واللي عنده شي سؤال من طبيعه الحال يخليه ليا في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.